السلام عليكم. معاكم المهندس مصطفى من شركة دوت ستار. هنتعلم النهاردة ازاي ننشئ مستخدم بيوزر وباسورد وننشئ موظف. بدخل اللينك بتاع النسخة بتاعتي واليوزر والباسورد وبعمل دخول إلى النظام. تمام، بضغط على شاشة الإدارة وبدخل على المستخدمين. تمام، أول حاجة بختار الفرع، هربطه بالفرع الرئيسي، بختار السنة المالية اللي هيشتغل عليها 2026 وأعمل عليه نشاط وترحيل تلقائي لو عايز أديله صلاحية الترحيل التلقائي، وبكتب اسم المستخدم بتاعي هادي محمد مثلا، بكتب اسمه هنا. بعد كده بدخله مره تانية في اسم المستخدم، وبعد كده بعمل له باسورد. تمام، والبريد الالكتروني مش شرط ادخله، بس لازم اكتب اي حاجه في الحقل ده. تمام، لو عايز اديله من هنا صلاحيه خصم على الاصناف، يخصم على صنف في فاتوره، بعلم في التشيك بوكس دي واحط له نسبه الخصم اللي انا عايزها، سي مثلا 10%. لو عايز اديله خصم على الفاتوره كامله كتوتال فاتوره، بعلم على التشيك بوكس دي صح، اديله مثلا سي 10% على الفاتوره كامله. ولو عايز اديله صلاحيه تغيير السعر، بمعنى لما بيجي يختار صنف ويحطه في فاتوره المبيعات، اوتوماتيك الصنف هينزل بالسعر بتاعه. لو انا حابب ان هو يعدل على السعر او يغير في السعر، بعلم على تغيير السعر دي. تمام، بس وبعمل حفظ. كان اسم المستخدم هادي محمد، بكتب في السيرش هنا هادي محمد، بيطلع لي تاني. بضغط على القلم بعمل له ابديت، وبعد كده بقدر ادخل على الصلاحيات بتاعه المستخدم، اشوف الصلاحيات اللي انا عايز اديها له. زي مثلا انا عايزه يعمل فواتير مبيعات، اكتب فاتوره، اكتب فواتير. تمام، الاقي فواتير المبيعات اهي، فواتير الشراء. افتح له مثلا فواتير المشتريات انه يفتحها ويحفظها، فواتير المبيعات ان هو يفتحها ويحفظها. انا اللي بتحكم وبحدد الصلاحيات بتاعتي اللي انا عايز اديها للمستخدم بتاعي. اقدر افتح له كل حاجه من هنا او بالسيرش. تمام، بقوم عامل حفظ. تمت العمليه بنجاح. خلاص كده انا انشات مستخدم واديته الصلاحيات بتاعته، وبقوم عامل حفظ. تمام، الموظف بتاعي ممكن انشئ موظف برضه يبقى عندي في الشركه، سي مثلا زي حد شغال معايا في الشركه، بس مش معاه يوزر وباسورد، مش شغال على السيستم، بس هو فرد شغال في الشركه وبيتصرف له مرتب او بياخد سلفه وهكذا. تمام، كل اللي بعمله بكتب اسمه علي مثلا فاروق. تمام، واختار الجنسيه بتاعته مصري. تمام، وبقوم عامل حفظ. ده كده موظف معايا في الشركه بس مش معاه يوزر وباسورد. تمام، وبكده نكون عرفنا ازاي نعمل مستخدم ونديله صلاحياته ونعمل موظف. شكرا لكم.